لسيدي كرير للبتروكيماويات، الاتجاه العام صاعد وده واضح جدا، لكن السهم لازم يمر بمرحلة جني أرباح وتهدئة، وأعتقد إن هو هيكون يا إما في الجلسة اللي جاية يا إما في الجلسة اللي بعديها هيمر بمرحلة تهدئة صحية عشان يكمل صعوده، ولكن التهدئة دي مش هتكون كسر اتجاه نهائي، بالعكس هي هتكمل تجميع عشان السهم يقدر يطلع للمرحلة اللي بعديها. في سيولة قوية داخلة للسهم وفي نشاط مؤسسي حلو داخل في سهم سيدي كرير للبتروكيماويات. السهم هيحاول يوصل عند 4,439 وبعد كده هيرتد منها. مناطق الارتداد أول منطقة هتبقى 17,997 أو نقدر نقول منطقة ال 18. بعد كده عندنا ارتداد تاني عند 17,728. بعد كده عندنا واحد تاني عند 17,551 وبعد كده 17,304. لو السهم ملقاش تجميع ممكن ينزل لحد 17.08. كسر الاتجاه وتأكيد إن السهم خلاص كده اتجاهه مش صاعد ودخل في الاتجاه الهابط لو كسر 16.637، ولكن ده مستبعد شوية. الأقرب أو السيناريو الأقرب إنه في الأغلب بكرة هتكون في موجة تصحيحية. هنشوف مع بعض بالم هيلز. طبعا الاتجاه العام صاعد ولسه هو مكمل في الاتجاه الصاعد، مفيش أي كسر اتجاه. كان في تصحيح، المتوقع بكرة إنه يحاول يكمل في الاتجاه الصعب بتاعه، لكن مش هيكمل لفترة طويلة لأنه برضه لسه إحنا في منطقة قريبة من التشبع الشرائي. وعايز أقول حاجة مهمة جدا، إنه السهم بيتعرض لضغوط بيعية وده منطقي جدا لأن السهم طالع من 8 وصل ل 12 جنيه، فلازم إنه يتعرض لضغوط بيعية وده اللي معطل السهم إنه ينطلق ويتحرك بشكل أسرع شوية. رحلة السهم رحلة قوية جدا وفي وقت قصير، فده طبيعي، ولكن السهم لحد دلوقتي قوي مدي اداء ممتاز. بكره المتوقع واللي في الاغلب انه هيكون في شمعة خضراء. طبعا ده هيتحدد على حسب الافتتاح، لو شفنا افتتاح فوق ال 11 فاحنا كده تمام، هنبص على الفوليوم على طول. لو الفوليوم عالي يبقى احنا مطمنين ان احنا نتحرك في اتجاه ال 12. مش متوقع قوي ان هو يوصل لل 12، ممكن يلمسها لكن مش هيستقر عندها. اعتقد انه لو لمسها هيحصل ارتداد تاني. بالنسبة للسيناريو الهابط لو هو فتح تحت ال 11 نتوقع ان السهم هينزل تاني يعمل مرحلة تجميع عند 10.45، ولو ما لقاش فوليوم يسنده هينزل عند 10. مع بعض نشوف السويدي وهو طبعا اتجاه صاعد لسه مستمر معانا. المتوقع بكرة للسويدي في الأغلب هيكون تصحيح لأنه وصل لمرحلة عالية جدا، لمس مقاومة قوية عند 86.93. الار اس اي الام اف اي الستوكاستيك كله بيأكد ان السهم واصل لمرحلة من التشبع البيعي، انا اسف التشبع الشرائي. يا ترى هنفضل في المرحلة دي ولا هننزل لتحت شوية عشان يجمع؟ اعتقد ان بكرة هيكون تصحيح عشان السهم يهدى شوية ويبدأ يجمع عشان يكمل رحلة صعوده للمرة التانية. الاقرب طبعا زي ما بقول لكم هو بكره تصحيح للسويدي. اقرب دعم هيبقى عند 84 تقريبا 60، لو ما لقاش عنده دعم قوي هينزل ل 83.33. لو حصل وان السهم بكره خد الاتجاه الصاعد فاحنا قدامنا الهدف القادم عند 86.93. ده بالنسبه للسويدي. شوف معاكم عامر عشان طلبتوه مني كتير جدا في الكومنتات. عامر طبعا داخل في مرحله تهدئه، الاتجاه العام لسه صاعد زي ما هو، ما حصلش اي حاجة، لكن هو دلوقتي في تهدئة وده طبيعي جدا وصحي جدا. السهم بيحاول ان هو يجمع عشان يرجع يكمل الصعود بتاعه. هو واقف النهارده عند 200 130، اتوقع ان هو هينزل عند 200 117. لسه مرحله التصحيح ما انتهتش، اتوقع ان هي هتفضل معانا ل3 جلسات عبال ما نشوف التعافي من التصحيح. متوقع ان السهم يوصل 2.09 2.06 بعد التصحيح. الهدف بتاعه 2.0 2.222. الاغلب بكره ان احنا هنشوف شمعة حمراء، لكن ده صحي جدا، مش عايزين نقلق. امتى نقلق من السهم؟ وده يعني مستبعد جدا، ولكن كسر الاتجاه عند 1.800. بداية الإشارة لكسر الاتجاه هتبقى عند 1.905. غير كده فهو الاتجاه لسه مكمل معانا وفي تصحيح بسيط لكن مش عكس اتجاه. ده بالنسبة لعامر.
بالنسبة لسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك، السهم ده كان ليه فترة يا إما في خط عرضي يا إما في اتجاه هابط، لكن النهاردة الوضع اختلف. السهم عدى أخيرا بعد ما كان بيتعافى من التوزيعات، عدى أخيرا النهاردة المقاومة العنيفة اللي كانت عند 28. المقاومة دي كان واقف عندها فترة طويلة، النهاردة عداها طلع فوقها بفوليوم، فاتحول عندنا دلوقتي 28 دي بقت منطقة الدعم الجديدة. المستهدف الجديد هيبقى عند 8.52، وعلى فكرة هو واقف حاليا او قافل حاليا فوق منطقة دعم. السيتوكاستيك بتقول قدامنا انه لسه في مساحة يقدر يتحرك فيها السهم. طبعا اموك من الاسهم التقيلة مش الاسهم الخفيفة واللي بتتحرك ببطء شوية. بالنسبة لنا بكرة احتمال كبير او الاحتمال الغالب ان هو هيحاول يكمل رحلة الصعود بتاعته، واعتقد في جلسة 29 او 30 هتبقى فيه بداية عملية تصحيح بسيطة. بالنسبة لامتى هنشوف التصحيح، ففي الاغلب لو السهم عدى ال 8.52 اعتقد ان احنا هنشوف جني ارباح مؤقت. المستهدف للسهم من الاتجاه دوت انه يوصل لتسعة او المحيط بتاعها. السهم حاليا عند 8.350، تأكيد نجاحه في ان هو يوصل لتسعة هي منطقة مقاومة تاريخية بالنسبة للسهم، فهل هيقدر ان هو يكسرها ويكمل بعديها ولا هيرتد منها وهنشوف تغيير في الاتجاه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. وعلى فكرة ما تتوقعش ان ده هيحصل في يوم او اتنين او في جلسة او اتنين، لان سهم اموك من الاسهم التقيلة في حركتها جدا، فاحنا قدام رحلة مع بعض. بالنسبة لطلعت مصطفى احنا في مرحلة تصحيح عرضي. الاتجاه العام طبعا صاعد، التصحيح هيفضل معانا في نفس الاتجاه العرضي اعتقد شوية، يعني ممكن يكون مكمل معانا جلسة او اتنين تاني، وممكن يطول شوية، يعني ممكن يوصل لاربع جلسات. بالنسبة للسيتوكاستيك فهو طبعا مؤشر بيقول ان السهم سخن جدا وسعره مرتفع شوية، فده هيخلينا نأكد ان احنا لسه موجودين في منطقة التصحيح ما طلعناش منها. ممكن نلاقي محاولات زي النهاردة كده ان يكون في ارتفاعات، ولكن احنا لسه في المنطقة العرضية بتاعت السهم. سهم طلعت مصطفى من الاسهم اللي بتعمل تجميع وبعدين فجأة كده تلاقي السهم طلع مرة واحدة وبفوليوم حلو. وبالنسبة للتجاري الدولي طبعا السهم الاتجاه العام بتاعه صاعد ولسه مكمل في صعوده ورحلة الصعود ما انتهتش، لكن السهم دلوقتي في مرحلة من التشبع الشرائي، فاحنا هيحصل عندنا حالة من التهدئة العرضية. السهم هيمشي شوية بشكل عرضي وبعدين هيرجع يكمل ارتفاعه تاني. المستهدف بتاعه المرة دي هيبقى 145، لكن مش متوقع خلال جلسة ولا اتنين، متوقع ان احنا هنصبر عليه شوية لان التجاري الدولي لسه يعني معانا فترة عبال ما نشوف منه الوصول لل 145. بالنسبة لتوقعات الجلسة بكرة فاعتقد انه هيكون في صعود طفيف او ارتداد بسيط، لكن هيقف عند منطقة الدعم اللي هي 137 90، وطبعا ده هيتوقف على حسب السندات بتاعة البنك التجاري الدولي في بورصة لندن. وعشان تعرف السي اي بي هيفتح على ايه بكرة لازم ترجع بورصة لندن وتشوف الدنيا هتمشي ازاي قبل ما تبص عليه. بس هو تقريبا يعني بكره هتبقى الحركه طفيفه جدا بالنسبه للتجاري الدولي. شوف مع بعض سهم طلعت مصطفى الاتجاه العام طبعا صاعد. هو دلوقتي في مرحله تهدئه عرضيه وده طبيعي جدا جدا لانه السهم كان محقق صعود قوي، فاحنا دلوقتي في مرحله تهدئه عرضيه. ومع كده احنا شفنا النهارده مثلا شمعة خضراء، لكن التهدئة العرضية ديت لسه ما انتهتش لانه لسه السهم ما بريتش. احنا دلوقتي قدام سيتوكاستيك عامل 73.56، معناه ان احنا ممكن بكره نشوف برضو شمعة خضراء ولكن داخل التهدئة العرضية. التهدئة العرضية عندي انا شايف ان هي هتفضل مثلا على الاقل بالنسبة لطلعت مصطفى معايا 3 4 جلسات مش اقل من كده، وبعد كده هيرجع طبعا يكمل الاتجاه الصاعد بتاعه. الهدف بتاع السهم عند 100 جنيه، او يعني هو عشان ابقى دقيق السهم هيلمس المنطقة دي لكن مش هيستقر عندها. لسه في مساحة للحركة بكرة زي ما قلت لكم هتبقى شمعة خضراء، لكن احنا ما خرجناش من التصحيح العرضي. بالنسبة لسهم فوري فهو كان في مرحلة من التصحيح العرضية، الاتجاه العام بتاعه صاعد لكن هو حاليا بيهدى شويه، مرحله تجميع. بكره قدامه لسه مساحه ان هو يطلع، في مسافه ان هو يطلعها. الار اس اي بيقول ان هو
43، ففي مسافة إن إحنا نتحرك بكرة، ولكن خلّي بالك، لإنه السهم ممكن يدخل في مرحلة جني أرباح في أي لحظة. بالنسبة الهدف اللي قدّامه أو المحاولة اللي هو هيعملها عند 20.82. المتوقع واللي في الأغلب هيحصل هو إنه هيتحرك في اتجاه صاعد بكرة. عنده منطقة دعم قوية جدًا عند 19.80. نيجي مع بعض نبص على الCIB التجاري الدولي. بالنسبة للتجاري الدولي فهو كان في مرحلة تصحيح عرضية، الاتجاه العام طبعًا صاعد، الRSI بيقول إن هو هيكمل اتجاهه، لسه في مساحة إن هو يطلع تاني، لسه الRSI 60.15، فده لسه قدامه مساحة إن هو يطلع تاني فوق. الفوليوم كمان بيأكد إنه بكرة هيكون في تكملة للصعود. الmoney flow index بيأكد برضه إن إحنا قدامنا لسه مساحة صعود لكن مش كبيرة، وتوجه بكرة في الأغلب هيكون صاعد. بس عايز أقول حاجة، إنه بالنسبة للCIB فالتحرك هيكون صعود طفيف طالما مفيش أي حركة في بورصة لندن. بورصة لندن هي اللي هتقول لنا إيه الدنيا بالظبط للCIB، لأنه الCIB مرتبط ارتباط وثيق جدًا ببورصة لندن، فلو عايز تعرف التوجه بتاعه بالضبط لازم تشوف بورصة لندن قفلت على إيه عشان تعرف بكرة هيتفتح على إيه. بس في الأغلب هيكون في تحرك صاعد طفيف بكرة في الCIB. إحنا على فكرة لسه في الاتجاه العرضي ما كسروش. الاتجاه العرضي ده جوه الاتجاه الصاعد العام، هو دلوقتي في موجة عرضية تصحيحية. أعتقد إن الموجة دي لسه هتفضل معانا شوية لأنه السهم وصل لارتفاع عالي. المستهدف القادم للسهم هو 145، ده اللي متوقعينه الفترة دي إن هو يوصل له، بس مش هنوصل له يعني مش في جلسة أو 2، لكن هناخد وقت. السهم قبل كده حاول إنه يكسر مقاومة 144.20 لكن فشل. أتوقع إن هو هيحاول تاني إنه يوصل لها بعد نهاية التصحيح العرضي اللي هو فيه، هيحاول تاني إن هو يخترق تيليكوم ايجيبت. وبكرة ايه اللي ممكن يحصل؟ طيب، هي اولا احنا بنتكلم على اتجاه عام صاعد ولسه ما اتكسرش ومستمرين في الاتجاه العام الصاعد. النهارده تيليكوم ايجيبت لمست مقاومه قويه جدا عند 97، كانت حاولت تخترقها قبل كده لكن ما قدرتش، والنهارده تاني محاوله وفشلت فيها. المتوقع انه يحصل تهدئة بكرة، والتهدئة دي مش معناها انكسار اتجاه لكن تجميع. اقرب نقطة دعم عند 94.912، وبعد كده عند 93.80، وبعد كده هننزل عند 92.49، وبعد كده عندنا بداية القلق لو وصل ل 89.93. الاتجاه لسه معانا مكمل صاعد. بكره على الاغلب زي ما قلت لكم ان احنا هنشوف مرحله تصحيح. بالنسبه للهدف القادم هيكون 97.049. تعالوا مع بعض نشوف دايس اللي واصل لمرحله جميله جدا. النهارده كان اليوم قوي جدا معاه، واصل ل 2 جنيه و100 قرش، وده رقم كويس بالنسبه له. بكرة المتوقع طبعا جني أرباح وتهدئة مؤقتة. الاتجاه العام صاعد. ال RSI بيقول إن هو واصل ل 68.93، قربنا من منطقة التشبع الشرائي. بالنسبة لدايس فهو مؤشره في ال RSI تاريخيا هو ما بيطلعش يعني فوق السبعينات بكتير، فعشان كده أنا متوقع إن هو بكرة هيكون في تهدئة وهيكون في مرحلة جني أرباح. السهم عنده دعم قريب عند 1.99، وبعد كده عنده دعم عند 1.93. المتوقع بالنسبة لدايس زي ما قلت لكم ان هو هيهدي شوية وبعد كده هيفضل شوية في رحلة الصعود بتاعته. لسه الاتجاه الصاعد مخلص، احنا قدامنا وقت عقبال ما الاتجاه الصاعد بتاع دايس يخلص. ممكن يدخل في مرحلة تجميع عرضية. بالنسبة للنساجون الشرقيون فهو واقف عند منطقة دعم 22.900، دي منطقة دعم بالنسبة له. لو فتح بكرة فوق منطقة الدعم وكان في فوليوم يبقى احنا كده هنشوف من النساجون الشرقيون بداية انطلاقة للهدف.
الهدف بتاعه اللي هو حاول يلمسه النهارده كان 23.30، ولكن طبعا هو لمسه وارتد منه ورجع عند منطقة الدعم. في ضغوط بيعية قوية بالنسبة للنساجون الشرقيين، ومع كده لسه في مساحة ان هو يتحرك لفوق. بكرة احتمال كبير جدا تكون الشمعة خضراء. في الاغلب الفوليوم بكرة هيكون في صالح انه السهم يكسر المقاومة اللي هو واقف عليها ويحولها ويأكد ان هي بقت منطقة دعم. ده هنشوفه مع بعض بكرة، هيتحدد على حسب الفوليوم في اول ساعة او نص ساعة. نشوف اذا كان في فوليوم قوي ولا لا. لو في فوليوم سند السهم وطلع فوق، فاحنا هنشوف تحرك في اتجاه الهدف لمرة تاني. وواضح المرة دي ان السهم عنده اصرار، وده يتأكد لنا بكرة، لانه المرات اللي فاتت اللي لمس فيها المنطقة دي نزل تحت الدعم ده، لكن المرة دي هو وقف عند الدعم فهل وقفل عليه. فده مؤشر ان السهم عنده اصرار ان يكسر الهدف المرة دي ويجيبه ويعدي المقاومة دي. لكن ده كله هيتحدد بكرة بعد ما تشوف الفوليوم. خلي عينيك على الفوليوم في اول وقت. لو كسر لتحت الدعم ده 22,900، اعرف ان بكرة هيكون في تصحيح هابط. لو فضل فوقه فاحنا هنكمل في اتجاه الهدف بكره. بكده اكون خلصت معاكم تحليل الجلسه بتاعه 27/4. طبعا انا مش بقدم توصيات نهائيا، الحلقه الهدف منها التعليم. حضراتكم ممكن تتابعوني على قناة التليجرام، على اليوتيوب، على الفيسبوك. هتلاقي الروابط موجودة. لو انت بتشوفني على الفيسبوك هتلاقي الرابط موجود في اول كومنت. لو انت بتشوفني على اليوتيوب هتلاقي برضو الرابط مثبت. اما بالنسبة للتليجرام فانا مستني القناة تكبر شوية عشان هقدم لكم زي مراجعة اسبوعية لاهم الاسهم واهم التحركات في البورصة المصرية. طبعا عايز اقول حاجة مهمة جدا. النهاردة حصل توقف او عطل في مؤشر اي جي اكس، ولكن النهارده برضو رغم العطل كان في ارتفاع في المؤشر، ودي حاجة ايجابية جدا وتطمن جدا، وتقول كمان ان احنا بكرة يوم نبقى متفائلين بيه، وانه الحركة باذن الله هتكون ايجابية. بشكركم جدا، واقدر اقول لكم دلوقتي سلام.